رجاء اسعد، ولكن عطيت وقت لراسي دخلت تصنت. علاش انت تدخل تصنت من اسعد يغسل لك عقلك، ومنين تدخل عند مريم ولا دي جي الياس ولا الصقر الغرباوي الحر 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 كنعاود نقولها، ما كيتصرت لك شي، ما تدخلش تصنت له، ما تدخلش تشاركوا الاراء والفكره وتقول له لا خويا راك غلط، وتجبد له الدليل وتجبد له الحجه وتقول له ها فاش غلط. يعني شوف، كاين هاد التناقض كيكون بناء. الا جيت انا نعارضك خصني نعطيك حل ونقول لك هادي راه ماشي هكا، ها كيفاش خصها تكون. طلع سيدي انت ورينا، طلع ورينا. انت ما قدرش كتشاركوا غير في التعاليق، هذا هو اللي كنتاسفوا منه اصاحبي. كتبخصوا من خوكم المغربي اللي هو رمز من رموز الدوله ديالك، وكتكبر بالبراني اللي كيقول لك اليهود المغاربه قتل ابناء قتل صهاينه. الشعب المغربي غير راضي بالتطبيع. واش حنايا ما غاديش نرضاو بقرار سيادي ديال صاحب الجلاله؟ عرفتي ربي بعدا شنو قالنا باش تعرفوا انه هو هو راه ما بصح بغاش يقول كينتمي. الشعب المغربي، هو بغى يقول زعما الاخوان المسلمين غير راضيين بالتطبيع، حيت هو اللي دايرين انا به نقول لك غير اخي الاخوان الياس، شوف المسلمين. شوف، اولا بعدا للتصحيح، وانا راه ما كيبغيش يطلعني، انا راه الاخوان يكونوا معايا هنايا، ما بغاش يطلعني. قال له الراي المغربي قال له طلع ام قاله، وقال له واحد اخر قال له طلع ام قاله، ما بغاش يطلعني. مهم ندوزو لهاد الاخوان المسلمين اللي هما تكفيريين. وقال لك العلاقه بعداله والتنميه كانوا حاكميننا. شكون سيدي اسس العداله والتنميه؟ حنا كنعرفوا العدل الاحسان تركيبيرات بها العداله والتنميه في عهد دريس البصري. ها، ما اسس الحسن البنا، ما اسس حتى شي من الخوارج، حتى شي شيوعي. هذا الخزرج راه اصله ايراني، راه جدودو شيعه. فهمتيني؟ كيجي كيقول لك ان انتينا المواطن المغربي ما راضيش بالقرارات السياديه ديال صاحب الجلاله. وهنا نقول لك واحد الايه قرانيه، وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاولي الامر منكم. هذه كنقولها ونعاودها. هنا شنو كنفهموا؟ لازم علينا الطاعه في حاله اذا دعانا للتكفير. واش حنا صاحب الجلاله قالنا كفروا؟ قالوا الناس دو المساجد ما تصليوش، ما كيناش. كنشوفوه كيذبح، كنشوفوه كيصلي، كنشوفوه كنشوفوه كيدير الشروط والفرائض ديالو ديال الاسلام كامله. فهمتيني؟ اما انت اسعد ما كنشوفوك. انت اسعد جالس كتكفر بحالك بحال الخزرج اللي قال لك الله الوطن الملك الشرك بالله. خوتي انا راه عقلي هنا راه تبلونطا. واش الاخوان كنهضر مع المغاربه دابا اللي مغسل لهم الدماغ ديالهم، وحتى ديك الذباب ديالو راه عنده ذباب هو تابعو. انا تحديتو. فهمتيني؟ ما بغاشي. طلعت اول مره ملي طلعت قلت له فين كانت انتينا القيم والانبطاح وانت ما تنبطحش فين كانت مي اديتي القسم لاليزابيث اللي صنعت الكيان الصهيوني، وبقيتي 20 سنه كتخلص ضريبه كتمشي للكيان الصهيوني. المغربي رضا او لا ما رضاش بالتطبيع كيبقى كيخلص ضريبه كتمشي من بيت مال القدس. كنشري انا نسيترو حليب هنا في بلادي اولا نشري دانون كتمشي منه واحد النسبه لبيت مال القدس. انت شنو قدمتي لفلسطين من غير ضريتيها؟ كتفتح لنا شي لايفات على فلسطين؟ لا، اليمن مدمره ما كيفتحش عليها لايف، ما كيفتح حتى شي حاجه. كيفتح كيزوقنا، كيجرحنا، كيداوينا بالعقل. ها هو دابا نقولوا حنايا كيربح، يعني دار واحد الجمهور ديالو اللي مأيدو في اي حاجه لدرجات وعدو بالله كيقولوا الله الوطن الشرعي. فهمتيني؟ واش انت واحد ديجا سبك وسب لك عروقك ووالديك وعائلتك ومالكك وترابك وبغى يقسمك وما خلى ما دار فيك. حنا باش انا بعدا ما عمري هضرت على شي مغربي او لا شي حاجه، ولكن غادي نبرر غير واحد اللايف اللي تفتح على وحده مغربيه كما كنقولوا ياك، وتسمى انه هو سبه. جيبوا لي الدليل ان داك الصقر سبه. هو قال لك ما العلاقه ديالها بالخزرج واسعد، والصوره ديال الخزرج في الدار ديالها، واحتفلوا هما بالعيد الميلاد ديال اسعد الشرعي. هذه هي 5 سنين ولا 4 سنين دابا كان باقي كيسبنا. هما كيحتفلوا بالعيد الميلاد ديالو. حنا خصنا توضيح، حنا ما كنحيدوش الوطنيه، ما كنقولوش بنادم انت ماشي مغربي، ولكن خصنا توضيح من حقنا
حنا مغاربه. عندك اخاي معايا مشكل اجي قول لي شنو هو نحلوه. خاي الياس مثلا كاعي عليا، انا كاعي عليها، ولا اختي مريم ولا اي واحد راه يجينا عندي من تا مغربي تيقول لي خويا واش مقلق مني واش كذا كذا، نقول له لا خويا حشومه، لا راه حقا راه شنو يقول لي يا فري عندك الصح. هو هكذا كيكون التفاهم بين المغاربه. نتوما اللي كتعرضوا هنا طلعوا للكيست عطيونا الاراء ديالكم ياك، سيروا عند الصقر اللي هو كان حي حيت هو بقى مقابل قضيه وحده، وانا بغيت واحد المنصه ولا جوج ولا ثلاثه اللي بقاو حاطين هي على هذاك. حنا تبارك الله بزاف بينا، انا ما عمري فتحت عليه لايف بعد هاد اسعد نقول لكم، فهمتيني. انا همني نمشي نقصفو في دارو، فهمتيني. ولكن للاسف كنشوفو كيجي اللايف هاد المغاربه كيولي هو محكم في اللايف، كيولي المغربي كيتسد له الميكرو، انت المغربي انت عاد جالس كضحك على اخاك المغربي. ها عينين المغرب لا تنام مغرب وافتخر. وانا نقول لك هاد المجيه ديالو هو باش جا للمغرب هاد اتعس، باش جا باش يخترقوه. انا نقول لكم من الاخر ويسمعوا ودبر راسو، يسمعوا، انا ماشي سوقي، هذا استنتاج وتحليل ديالي وتا فكر عطاوها لي ناس عندهم خبره باغيين يعرفوا الشبكه شكون. حيت الاخوان المسلمين ملي تاسسوا 1928 في مصر انقلبوا ضد الملكيه، في مصر، في ليبيا، في تونس، في العراق مشاو ما خلوا حتى شي بلاد، مشاو السعوديه، اليمن، ما خلوا حتى شي بلاد. سوريا حاليا خدموا من النظام الكبراناتي باش تعرف العلاقه وخطيره، هذه خطيره. الكبرانات شنو خدموا في العشريه السوداء؟ ما خدموش الجماعه الاخوه المسلمين وسماوهم ارهابيين بس صفوها المعارضين؟ قل لي لا. ها يعني كاين علاقه بين الجزائر والجماعه الاخوه المسلمين، فهمتيني. المهم اللي حب يهضر كما كيقولوا الدوله دهوك، طلعوا هضروا باحترام، سول نجاوبك، عطيني انت شنو في راسك، ماشي تبقى تجالس في التعليق. انا دابا نوري وردوه ماشي بطل، وردوه صاحبي هيرو كيطير، ملك الموت هاد اسعد، وراه ما عطانا حتى حاجه. راه انا قلت له هكا، قلت له انتينا راه ملي كتفتح لايف الا ما كانش شي مغربي اللايف ديالك ما ساوي حتى حاجه، المغربي اللي كيعطيك المعلومه، انت ما كتعطينا حتى حاجه. اي السرزق، ولكن كون حقاني. ملي تقول انا ضد التطبيع ما كانش خصك تمشي انت تعيش في بريطانيا، سير عيش في السعوديه قريبه لكم. اليمنيين مشاو للسعوديه، اجي عيش في المغرب، السوريين الفلسطينيين عايشين كلشي عايش بخير، لي زافريكان يعني لتحت المناطق الجنوبيه وهذه عايشين بخير، عندهم كل الحريه وهذه. ها انت مشيتي لبريطانيا، كنتي تمشي بعدا مشي لايطاليا، مشي لوكسمبورغ، مشي شي بلاصه. انت مشيتي لبريطانيا اللي صنعت الكيان الصهيوني وكتقول انا ضد التطبيع. هو شوف الاخوان باش نوضح واحد الحاجه، هو راه ما عنده باش يضرنا. واش ما قدروا علينا حنا لا عثمانيين، ما قدروا علينا حنايا لا الفرنسيس، ما كانوش محتلينا كاملين نبقاو 44 سنه وكلاو العصا في حروب اللي هي معركه العريب وكافر والى اخره. كذلك عاوتاني في المناطق الشماليه ديالنا اسبانيول كلاو العصا، كنا كنتحاربوا مع جوج جهات، فهمتيني، كلاو العصا، فهمتيني. باش اجي هو يبقى يبين العضلات ديالو علينا ونتحدى المغربي يطلع عندي في الاخر مي قالوا له طلع امقاله ما بغاش. علاش؟ حيت امقاله عنده سوابق. ها المهم اخوتي كاين بزاف ولا جيت نهضر راه غادي نطرق عمار. السلام عليكم. طلع شي واحد يجاوب الا بغى مرحبا، طلعوا. تحياتي انا معكم، راه كنسمع. شكون اللي باغي يطلع؟ الاخ مقاله. لا خويا اسمه يوسف، تكلم راه بنقدر وانت. تحيه عطيره، شكرا. واخا تسنيت بزاف ولكن شكرا ما عندك جزيلا. مشكل، كاع الاخوه هكا دايرين كيتسناو اخويا. بالعكس اخويا مقاله، مرحبا، شكرا جزيلا على المساحه، وتحياتي للمغاربه كاملين. اخوان عطونا التكبيس والبارطاج، الله يجازيكم بخير. البارطاج تحيه الاخوان ديالنا الصحراويين والشماليين، وتحيه للمغاربه كاملين اللي للاسف الشديد ولينا كنلاحظوا باللي بدا الان. بلاش نجاوب واحد الدقيقه يوسف قبل ما تبدا. ادريس الاكبر، من الصباح وانت كتهضر على اتعس الشرعي وبركه من اتعس الشرعي.
من الافضل انك انت ما تبقاش تسميه بزاف في الكومونتيرات. حنا هنا كننتقدوا، كل واحد عنده حريه الانتقاد. الا هضر امقاله من حقه انه يهضر، ولا غيهضر دابا يوسف من حقه يهضر. انت ما غتجيش هنا تمارس علينا الرقابه في اللايف، فهمتي؟ بغيتي يا خويا تهضر، طلع هضر في المايك. اما باش تبقاو تقولوا لا ما تهضروش عليه ما تعطيوش قيمه، هذاك السكوت ديالنا هو اللي خلى بزاف ديال المغاربه غاديين في الهاويه. وحنا من شحال هادي حنا تنهضروا، حان الوقت باش انها تكون هذه الحمله. وهذه الحمله اصلا اسعد الشرعي كيخاف منها لانها غادي تضروا، غتجبد عليه النحل. وانا عندي ما يفيد في بزاف الامور كتعلق بكات بحياته وبكات. الخاصه. الاخوان. فهمتي؟ غير لا كان ممكن عندك شي تدخل، طلب كاس وطلع هضر. ما عجبكش اللايف ممكن تورك على علامه اكس وتفضل مشكورا. تفضل اخي يوسف، تبارك الله عليك. شكرا جزيلا اخي الياس. اذا كنجدد التحيه للاخت مريم. يا وني بك. انا راه يا وني بك، صحراوية بك وني، مرحبا وسهلا. مغربي مقيم في المانيا، وتعرفت على القضيه الصحراويه في بدايه 2010 عن طريق الاخ محمد عيوش اللي كانت عنده هنا منصه في المانيا، والله واللي استطاع انه يعرف بالقضيه الصحراويه. على اي ندخل في الموضوع ديال هذا الاخ اليمني، واستفتحه بآية حين قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وكنظن أسعد الشرعي ومن يسير على دربه فهم هذه الآية من منظورها الضيق. أنا أفضل يا إخوة كما عملت عند الأخ الصقر الغرباوي اللي كنوجه ليه التحية، أن المداخلة ديالي ما غاديش تكون طويلة، ولكن غادي تكون على شاكلة أسئلة التي أنا أكيد أن العقل المغربي له من الذكاء ما يكفي إذا جلس مع نفسه وطرح هذه الأسئلة على نفسه. السؤال الأول بالنسبة لي أنا، وكنفضل أنكم تربطوها بالكرونولوجيا ديال ما قبل ظاهرة أسعد الشرعي وما بعد ظاهرة أسعد الشرعي. يعني الأسئلة حاولوا تسردوها كرونولوجيا قبل مجيء هذا الشخص وبعد مجيء هذا الشخص. السؤال الأول كيقول: متى سمعنا بأي إساءة لشخص الملك قبل وبعد ظاهرة الشرعي؟ منذ متى أصبح يصعد المنحرفون والانفصاليون وأشباه الرجال إلى منصة ليلفظوا سمهم في المملكة المغربية ملكا وشعبا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث لهاد الإخوان هادو اللي ولاو كينتقدونا وكيسبونا وجردونا من المغربية ديالنا، وأسعد الشرعي بنفسه قال البارح في اللايف أننا تبونيين. يعني هنيئا لنا يا إخوان مغاربة، بعدما سب الجزائريين بالتبونيين، ها هو الآن جاء الدور على كل من يعارض أفكار هذا الشخص. السؤال الموالي: كيف نبرر هذا الهجوم على كل من يعارض الشرعي؟ فهل أصبح الشرعي مقدس أكثر من تاب غربية اللي كتجمعنا؟ السؤال الموالي: لماذا يتجاهل الشرعي الأسئلة التي تخص خلفيته الدينية والسياسية؟ ما هو مستوى الشرعي الأكاديمي الذي يتيح له النقاش مع دكاترة المغرب؟ السؤال الموالي: حينما طرح عليه أحد الإخوة، وكنظن هذاك الأخ المستشار، سؤال عنده علاقة بالتطبيع، قال له: ما هو الفرق بين التطبيع التركي والنموذج المغربي للتطبيع؟ فكان جواب شرعي والفيديو موجود: أنا أؤيد رئيس تركيا وأحبه، ولكني أختلف معه في مسألة التطبيع. هل تستطيع أنت كمغربي أن تقول هذا الكلام؟ فيقوا أخوتي المغاربة، رسالة لمن يهمه الأمر. السؤال الموالي: هل لا يعلم الشرعي معنى كلمة مقبور؟ حينما وصف أحد الجزائريين في اللايف الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه بكلمة مقبور، وبغى يمررها، وجاء أخ مغربي وقفه قال له خصو يعتذر على هذه الكلمة، قال له مقبور، ما في شيء مقبور. يعني يتظاهر كأنه لا يحسن اللغة العربية، أو كأننا المغاربة نحسن اللغة العربية أكثر منه هو كيمني. السؤال الموالي الإخوان: من هو الشرعي حتى يطلب الدخول لمصنع السيارة الهيدروجينية ليتأكد بأنها سيارة مغربية؟ وأنا بصفتي مقيم في ألمانيا، وهذه القوانين سارية في أوروبا وفي المغرب، تعلمون يا الإخوة أن التصوير والتوثيق ممنوع منعا مطلقا في كل محطات الإنتاج، بالخصوص إذا كان الأمر يتعلق بالإنتاجات الحديثة اللي داخل فيها مخابرات اقتصادية وحرب شرسة بين منتجين السيارات. هنا في ألمانيا وفي فرنسا، في ألمانيا بالخصوص خرج مقال حول السيارة المغربية الهيدروجينية. ماذا يقول هذا المقال؟ تخيلوا معي الإخوة العنوان: تسلا شفيتست، بمعنى السيارة تسلا بدأت بالعرق بعد خروج النموذج المغربي الذي سيقول كلمته وبقوة. وانتظروا فقط. السؤال الموالي الإخوان: منذ متى أصبح الرجل المغربي
يجري رفقة زوجته وأولاده لأخذ صورة تذكارية مع الدجال، وشفنا هذا الشيء في المغرب. يعني أني ظنيت أن هذا المسيح الدجال عندما يقول لها تمطر سوف تمطر، يعني كتشوف الراجل غادي عرقان وجر ولادو هو مرتو، علاش سيدي؟ باش يتصور لك مع الهدهد اليمني. أليس الأحرى بالشرع الاهتمام بالشؤون الداخلية لليمن؟ صحيح. السؤال الموالي، ما هي علاقة الشرعي بعبد العزيز الأنصاري الخزرجي؟ هذا سؤال بغينا يجاوبنا عليه. ماذا كان يقصد الشرعي عندما قال في لايف عندما جاء بالمصريين راح نزوجوكم؟ منذ متى أصبحت بنات المغرب يتصلن بالشرعي وهو على المباشر وتقول له إحداهن أحب حمو، بدي أتزوج حمو؟ ماذا يقصد الشرعي بسيارتكم المقدسة؟ وهذا سؤال جوهري يا الإخوان. ماذا قصد الشرعي عندما قال سيارتكم المقدسة؟ ونحن جميعا نعلم العلاقة بين القداسة وبين نظامنا الملكي منذ عقود. بعد كل هذه الأسئلة الإخوان، وأنا أتساءل معكم يا مشككين، ألم يحدث الشرعي شرخا بين المغاربة؟ وشكرا على المداخلة الإخوان. طلع اختي مريم هاد مغربي وافتخر الله يرضى. بلاتي غادي نقول واحد الكلام الا غادي يطلع مقاله باش غيبدا يسب معنا. لا هو ما كيسبش، شو هو ما كيسبش. انا غنطلع وغنجاوبك. انا قلت ليه انت يماني ما غتجاوبنيش. الا غطلعوا اخويا حنا نهبطوا. لا شوف اسمعوني خوتي سمعوني. والله العظيم تاخر شويه الوقت عندي، راكم عارفين عندي اسمه، راكم عارفين انا على حسب راجلي دابا باغي يعمر تاي وخاصني نسد اللايف. الياس الله يسهل عليك، حل اللايف وجي دخل عندي باش يدخلوا عندك الاخوان ونكملوا عندك الصف. باش نحل اللايف انا راكي عارفه اني مريض غير بغيت ندير مداخله قصيره دغيا. مريم عطيني دقيقه دغيا نقول يعني ما غاديش تحل اللايف. لا ما غنحلش، انا غير طالع عندك وصافي. اوكي. بغيت غير نوضح واحد القضيه للمغاربه. بما الاسئله اللي قال يوسف اسئله واعره وخصكم تطرحوها عليه. وبما يخص السياره، كيفاش حنا هاد الاسعار الشرعي خصنا دائما يشكك، وخصنا حنا المغاربه نوضوا نقلبوا على الدكاتره وعلى العلماء والاسماء والمهندسين والاذاعات ونجيبوا ليه الوثائق باش يتيق. شكون هو اللي خصنا نخليوه يتيق باش يعطينا كما بحال ديك شهاده ايزو ديال 1200 ديال لا كاليتي؟ زعما خصنا ندوزو من عند اسعاد الشرعي باش يسني لينا باللي راه فري داك الشيء حقيقي. خصها دوز عند لازمي. دوز عند لازمي هو دابا هو الكونترول د كاليتي، خصو هو يتاكد. هو خصو يمشي